سبق وحسيتي انك مش كفايه، انك لازم تكوني بيرفكت عشان تقبلي نفسك او اللي حواليكي يقبلوكي؟ لو اجابتك ايوه الفيديو ده ليكي. النهارده هنتكلم عن كتاب The Gift of Imperfection، نعمه عدم الكمال. ده مش مجرد كتاب تطوير ذات، ده دعوه للثوره على احساسنا المستمر بان احنا لازم نكون بيرفكت، نقبل نفسنا زي ما هي كده. الست برينيه بقى بتقولك ايه يا ستي؟ بتقولك الكمال مش هدف، بالعكس الكمال ده سجن بنحبس نفسنا فيه. هنتكلم مع بعض عن أهم المفاهيم اللي بتطرحها برينيه في الكتاب، وتأملات وشوية أسئلة. إزاي نبدأ نتجاوز المرحلة بتاعت إحساسنا بالكمال دي؟ أول حاجة بتتكلم فيها برينيه تقبل العيوب مش ضعف، ده شجاعة. Owning our story and loving ourselves through that process is the bravest thing that we will ever do. إن إحنا نقبل نفسنا زي ما هي هو أشجع قرار ممكن تاخديه في حياتك. اقبلي إنك مش كاملة، ده مش عيب، دي بداية حريتك الفعلية. اتربينا إن إحنا نربط القبول والحب بأدائنا، اعمل كذا عشان أحبك، سواء في الحياة أو الدراسة، خليك شاطر عشان ماما تحبك، خليك عشان بابا يحبك. لكن هو فعليا القبول بيبدأ من جواكي أنت. للأسف وإحنا صغيرين كلنا اتعلمنا نخفي أجزاء من نفسنا عشان نظهر في صورة مثالية، لأن أي شيء أقل من المثالي مش مقبول، برغم إنه الحياة على بعضها كلها كده مش مثالية أصلا. تاني قاعدة هي بتتكلم فيها مارسي التعاطف الذاتي مش جلد الذات. Talk to yourself like you would to someone you love. أنا وإنتي وكل الناس اللي بتجلد نفسها دايما محتاجة تتعلم إنها تحضن نفسها الأول. إحنا بنخف وبنتشافى لما بنكون رحماء بنفسنا في لحظات الضعف. يا ترى لما بتغلطي بتقولي لنفسك إيه؟ بتكلمي نفسك إزاي؟ كلامك ليها بيبقى شبه كلامك لصاحبتك اللي بتحبيها، ولا بترقعي لنفسك وخلاص؟ أما القاعدة الثالثة اللي هي بتتكلم فيها تخلي عن الصورة الاجتماعية الزائفة. Let go of who you think you are supposed to be and embrace who you are. تخلي عن الصورة اللي انت متخيلة انك المفروض تبقي عليها، وتقبلي نفسك الحقيقية your true self. مش لازم تكوني شبه نسخة الانستجرام بتاعت الانفلونسر الفلانية طول الوقت. في الحياة العادية الناس بتحب الحقيقي مش الكامل، فانت جميلة بطريقتك الخاصة. اسألي نفسك كده، عندك مساحة واحدة على الأقل في حياتك تقدري تكوني فيها انت من غير زواق أو أقنعة؟ لو لأ، كده احنا في مشكلة كبيرة يا ست الكل. حاولي تلاقي الحد أو المساحة دي، صدقيني التجربة دي تستاهل. القاعدة اللي بعد كده اللي هي رقم 4، العيش بقلب مفتوح يتطلب شجاعة. في كتير مننا اتعلم وهو صغير إن إظهار المشاعر والتعبير عن ألمه ده نوع من الضعف. الحقيقة لأ، ده نوع من القوة، لأن الناس الحقيقية هم اللي بيقدروا يتحملوا نظرات الناس وهم مكشوفين وهم متشافين. هل في حد في حياتك بتقدري تتكلمي معاه عن وجعك من غير خوف أو من غير خوف من الأحكام؟ طبعا لازم نبقى متأكدين إن ده شخص آمن، ومش كل الأشخاص للأسف دلوقتي آمنين. في النهاية أنا عارفة إن موضوع الكمال ده بيضغط علينا كلنا وأنا أولكم. شاركيني في الكومنتات إيه أكتر قناع تعبك وأنت بتحاولي تبيني نفسك مثالية. الكتاب بيقول لنا ببساطة إن عيوبنا مش عيب، دي مجرد بوابة عشان نعبر منها للشفاء الحقيقي. لما نتصالح مع نفسنا ونبدأ نعيش حياة حقيقية مش بلاستيك. لو لمسك الكتاب وفكرة الفيديو شاركينا في التعليقات. لو حسيتي إن حد محتاج يسمع الرسالة دي ابعتيله الفيديو. ولو أول مرة تشوفيني، أنا رشا، وده على جناح حكاية.